بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير صحة واحسن حال يا رب العالمين. احب اتأسف لكم في الاول على التأخير في تنزيل فيديوهات. يعني كل فترة بعمل فيديو يعني، فالحمد لله على كل حال. احب اشكركم كل الاخوة والاخوات اللي موجودين معايا في القناة. احب اشكركم واقول لكم كتر الف خيركم لوقوفكم جنبي، ويا رب يدومكم كده نعمة في حياتي ولا تحرمش منكم جميعا. وإذا كان في تقدم في القناة أو توفيق فطبعا ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم أنتم سبب النجاح وسبب التوفيق دوت. وإذا كان في حاجة يعني غير موفقة فيعني بتأسف لكم، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أحسن. طول ما أنتم موجودين معانا إن شاء الله القناة هتكبر بيكم، ولأنها ملككم انتوا، يعني الحاجة بتاعتكم. يعني القناة دي أنا بعتبرها مش قناتي أنا لوحدي، قناتي وجميع إخواتي وأخواتي اللي موجودين معانا في القناة. فلازم لما ندخل بيوتكم لازم نكون قد المسؤولية اللي ندخل بيها بيوتكم، لأن إحنا تعودنا على الأدب والاحترام، وثقتكم فينا الكبيرة. فالحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يتم علينا الثقة ديت والاحترام يا رب العالمين. دي كان في المقدمة كده، لأنكم انتوا أصحاب الفضل على القناة وعلينا، فحبينا نشكركم وحبيت أقدم لكم كل اعتزاز وكل فخر بوجودكم معايا في القناة. تاني حاجة، في اليومين دول يعني الست بتاع فرنسا كل شوية بتطلع بحوار زي ما انتوا شايفين، وما لقيتش حاجة تعمل الحوار فيها لازم تخترع أي حوار، ولازم في كل فيديو تعمله لازم تخترع حاجة جدال، لازم تعمل جدل، سواء بقى في الألفاظ الإباحية، سواء في الدين، سواء في قعدتها، في كل حاجة لازم يبقى في جدل، على أساس إن القنوات تبدأ تتكلم عليها، وهي تعمل سلسلة من الفيديوهات، لأن المشاهدات توقع عندها وعند أخوها. وبما يدل يعني بصراحة المشاهدات وقع في أغلبية القنوات يعني، بس طبعا بالنسبة للقناة مليونية زي ديت يعني مشاهدتها واقعة جدا، لأن كانت متعودة إنها بتشتري كل حاجة، اللي كان يجاملها بالمشاهدات، واللي كان يجاملها باللايكات، واللي كان يجاملها بكل حاجة، فأصبح غايب دلوقتي. بس أنا شادد الواحد اليومين دول يعني الحيوان هيفضل حيوان طول عمره، يعني مهما كان وفي ومهما كان فيعني عيب وحرام حتى إنك تشبهي الحيوان وتقولي ده أحسن من الإنسان. الإنسان اللي ربنا كرمه من فوق 7 سماوات، مش هينفع انت تيجي تخلي حيوان احسن منه. فياريت تخلي بالك من كلامك، لان انت كلامك ده انت هتتحاسب عليه، ولو في حاجة انت ما تعرفهاش ما تقولهاش وما تتكلميش فيها. يعني انت مش فقيهة في الدين، ولا احنا اهل دين يعني الحمد لله رب العالمين، ولا احنا كمان يعني ما عندناش الخبرة اللي تسمح لنا ان احنا نتكلم فيه، فبلاش نتكلم فيه. و بلاش يعني ايه، بلاش الاسلوب بتاع ان انا لازم اعمل فيديو واعمل جدل وبعد كده لازم اجيب رجليكم ترد عليا وانا اطلع ارد عليكم واعمل ايه حوار، عشان التلات اربع قنوات اللي جنبك يقفوا يقولوا احنا كلنا في ظهرك، احنا كلنا وراكي، احنا كلنا معاكي. وهو دورهم جاي يعني، خلي بالك يعني انت زي ما
ما قلبتي على أغلبية القنوات اللي كانت واقفة معاكي، فهم دول كمان دورهم جاي وجاي قريب يعني، لأن انت بطبعك إنسانة غدارة ملكيش عزيز ولا ليكي غالي، وكلنا عارفين الكلام ده يعني. طبعا هو أخوك مع أخوك كان آخر ضحاياكي بعد القناة التانية دي، بس طبعا انتوا مخبيين مش عايزين تبينوا. فهو من يعني من نبت من حرام في النار أولى بيه، واللي يعني بصوا، اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل، بمعنى أصح يعني اتعودت إنها تشتري عدد من المتابعين وتشتري ناس عشان تكمل المليون، وكانت معشمة أخوها إنها هتعمل كده معاه برضه، هتشتري له ناس عشان يدخلوا يكمل المليون بتاع النص مليون عنده. فطبعا الموضوع باظ معاهم خالص، واخوها قلب عليها وقال لها انت مش كنت قايله لها تقفي معايا في قناتي ونعليها ونرفعها ونكملها؟ فقالت له انت شايف مشاهداتي نازله وشايف مشاهداتي شغاله ازاي، دي شغاله بالعافيه. طب اقول لك يكلمني مش عارف المدعم بتاعك يجي يدعمني، لان المدعمين اللي عنده كلهم راحوا عند مش عارف مين. فقال لها لا انا ما اقدرش اطلب حاجه زي كده من دوت. فبدات الخلاف بيناتهم من النقطه دي. فهي اليومين دول دايره، بصوا يا جماعه، عايزه دعم بأي طريقة. آخر حاجة طالعة طبعا زي ما قلت لكم، كنت عند الكوافير، مش الكوافير وقصت شعرها. بس الملفت للنظر إنها بتقول لكم أنا قصيت شعري جدا، وبتعمل إيديها من تحت الطرحة كده بتداري شعرها. يعني حتى خيبة وكذابة حتى في الكلام بتاعها. أنا عارف إن لو دخلت إيديها من تحت الطرحة كده فبتداري شعرها جوه تحت. طب أنت بتقولي قصتيه ومفيش حاجة، بتعملي ليه كده؟ الحركة دي بتاع الناس اللي شعرهم بيبان فبيداروه يعني تحت يعني احنا مش هنقعد بقى كل شوية شحاتة على شعري وشحاتة على الكلب وشحاتة على الله أكبر على المرض وشحاتة على القرض وشحاتة على الكرب. خلاص، الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، واللي له رزق ربنا بيديهوله، مش بالشطارة ولا بالفهلوة ولا إن أنا أخترع حوارات ولا أنا أخترع حاجة ولا أنا أكذب هنا. خلي بالكم الكذب في القناة ده أول خطوات سقوط القناة، انك تكذب على المتابع بتاعك او تحب تعمل حوار على المتابع بتاعك. فالمتابع طبعا مع احترامي ليكم، المتابع مش غبي يعني، المتابع فاهم احسن من صاحب القناة وعارف. فدي بتبقى اول خطوات فشل القناة او سقوط القناة نهائي. فانت ربنا سبحانه وتعالى يعني عمى بصيرتك على الاخر، خليك بتعملي حركات فيك على الناس، وبرضه في نفس الوقت آه، شغالة فيها يعني خلاص يعني خدت على انك تعملي حوار وتعملي فيلم وتعملي انت عملتي كل اللي يتعمل، بس كل حاجة اتعملت كانت كذب، وانت بتخترع الكذب والناس ما بتحبش الكذاب. فانت اتعرفت انك كذابة، واتعرفت انك سببت اعراض انت واللي معاكي، فبالتالي مفيش يعني الناس شايفة وعارفة. والرزق مش بالعافية، الرزق عمره ما كان بالعافية ولا كان بالشطارة ولا بالفعل. انت لو ليك رزق والله العظيم هيجيلك لحد عندك. لكن انتوا اعمالكم يا جماعة، ده انتوا اعمالكم سودة زي وشكم. اعمالكم يعني اللي عملتوها في الناس، في اغلب الناس واقرب الناس ليكم، يعني حاجات يعني اكيد طبعا كل مشاهدينا وكل متابعينا عارفينها. فيعني كفاية بقى، كفاية حوارات على الناس، وكفاية انك هتدخلي على فيلم جديد بقى اللي هو بتاع شعري ومش شعري ومش عارف ايه. كفاية سلسلة الكلب اللي شغالة الأيام دي وعمالة تخترفي في موضوع يعني. مادام بتحبيه أوي، انت لو هو إنسان قالك انت كلبة فانت هتزعلي. يعني عيب تقولي يعني عيب تقولي إن الكلب ده أحسن من البني آدم. غلط.
احنا قلنا لك في اول الفيديو ان البني ادم والانسان ده كرمه ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، يعني ربنا مكرمه. فيعني ما بتقعديش تقارن حيوان ببني ادم، ما ينفعش. طبعا انت متعوده اصلا الكلب ده انت كنت غادره بيه، انت كنت رمياه بره وكنت بتغدري بيه اساسا، فانت ما افتكرتهوش الا لما الكلب بدأ يعمل صوت عالي وكان خلاص هيموت، وانت ما افتكرتهوش الا ساعتها، كنت ناسيه اساسا. فيعني الكلب يعني الله يعينه الكلب، والله بيني وبينكم يعني الله يعينه. ثم انت واخده على الغدر، واخده على انك تغدري بأقرب الناس ليك، مش جديد عليك الغدر. شوف انت غدرت بكم صديقة ليكي لحد دلوقتي، عديهم كده على ايديكي. وخلي بالك هما ما كانوش بيعملوا حاجة يعني، أغلبية القنوات اللي انت غدرت بيها وطلعت شتمتيها ولعنت سلسفينها، ده عمرهم ما قالوا عليكي كلمة وحشة، بل بالعكس ده احنا كنا بنشوفهم بيطلعوا يشتمونا احنا ويهزقونا عشان خاطركم وعشان خاطرك. إذا كانت على القناتين 3 اللي جنبيكي فدول كده كده انت في أقرب، يعني ممكن قبل رمضان قناة منهم تتقلب عليكم. فانت إنسانة لا ليكي أمان ولا تتأمني ولا، وتفضلي طول عمرك غدارة بالطريقة دي. ده بالنسبة ليك. أما بالنسبة لأتباعك فأتباعك يعني إيه، سبحانك يا رب، يعني مجمع إلا موفق. نفس سواد القلب موجود عندهم هو نفس سواد القلب اللي عندك، نفس الغل ونفس الكراهية للناس ونفس كل حاجة. انتوا بصوا زي ما تكون يعني فولة واتقسمت نصين كلكم، انتوا الأربعة تموتوا في الوساخة وكلام قلة الأدب، وتحبوا الشتيمة وتحبوا طريقة الكلام القذرة والألفاظ الخارجة. فربنا سبحانه وتعالى موجود، وربنا كبير، وإن شاء الله كل واحد هياخد حقه. وما تستهونيش بدعوة حد عليك، لما حد يقولك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ما تستهونيش بيها، لأنها بتبقى طالعة بحرقة، طالعة بقلة حيلة، يعني بتبقى الواحد في إيده مش قادر يعمل حاجة، فبيلجأ بقى بيرفع الموضوع كله لربنا سبحانه وتعالى، وبيقول له يا رب أنا فوضتك الأمر كله فهات لي حقي. فما تستهونيش بكلمة زي دي. يلا يا جماعة ربنا يهدي الجميع ويصلح حال الجميع، ويخليكم لينا كده وما تغيبوش يعني، وما نغيبش عنكم إن شاء الله بإذن الله، وأشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله. كان في العمر بقية في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.